اهلا وسهلا بكم في عيادة الجلدية والتجميل. معاكم الدكتورة آية. هنتكلم النهاردة عن افضل انواع الزيوت والطريقة الصح لعمل حمام زيت. بالنسبة لافضل انواع الزيوت: زيت اللوز الحلو، زيت الزيتون، زيت جوز الهند الخام، وزيت الارجان. طيب دلوقتي لو انا مش متوفر ان انا اجيب الزيوت ديت اعمل ايه؟ ايه هي الزيوت اللي موجودة في الصيدلية؟ اول حاجة فيتال هير اويل، انونا اويل، روتاج اويل، وشرم اويل، وفي غيرهم وغيرهم. ودوت بيبقى محتوي على اكتر من 10 انواع من الزيوت. اول حاجة هنعملها ان احنا هندفي الزيت، يا اما ندفيه مباشرة يا اما الافضل ان احنا نعمل له حمام مية دافي ونحط فيه الطبق. هنعمل فروقات في فروة الشعر، وبعد كده هنبل اطراف صوابعنا في الزيت ونبتدي نوزع على فروة الشعر. وبعد كده هنجيب مشط او فرشة ونحاول ان احنا نسرح شعرنا بحيث ان الزيت اللي موجود في فروة الشعر يبتدي يتنقل لخصل الشعر. وهندلك كويس حركات دائرية في الشعر من قدام، وبعد كده هنميله لقدام ونبتدي ان احنا ندلك من ورا. هنحاول نفضل في الوضع دوت حوالي 4 دقايق بحيث ان الدم يوصل كويس لفروة الراس، لانه ساعتها بيبقى مع الجاذبية الارضية. ولو الشعر جاف ممكن ان احنا نغطي الشعر وننام بيه لحد الصبح ونغسله. انما لو الشعر عادي مفهوش اي مشاكل ممكن ان احنا نحطه ساعتين او ساعة وبعد كده نغسله. بعد كده هنيجي للغسيل الشعر. هتغسلي شعرك بالشامبو المناسب بالنسبة لشعرك، وهتغسليه كويس جدا عشان تشيلي اي تراكم زيوت على فروة الراس. ودي هتبقى نتيجته بعد 6 اسابيع ان شاء الله، لو انت بتواظبي عليه كل اسبوع او اسبوعين مرة. تنسوش لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير ليه، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله. ولو ليكم اي سؤال او استفسار يا ريت تسيبهولي في التعليقات عشان ارد عليه ان شاء الله. وشكرا.